المغربي أن يبني على الأداء والمستوى الذي ظهر به بالجولة الأولى أمام منتخب البرازيل، على العلم أنه اليوم منتخب سيكون اختبار آخر منتخب اسكتلندا بالنسبة للمنتخب المغربي. صحيح، مرحبا بك أريج وبضيفك الكريم مشاهدينا الكرام عبر قنوات بي ان سبورتس. كما تفضلت اليوم اختبار آخر، المغرب مطالب بتأكيد المستوى المبهر الذي قدمه في المباراة الأولى، وعليه أن يبني على الأداء المقدم واستثمار طبعا مقومات التي أظهرها، لأنه بصراحة أمام البرازيل خط وسط ميدان كان مميز جدا للمنتخب المغربي، عندما نتكلم عن الموهبة أيوب بوعدي ونايل العيناوي، إضافة طبعا إلى اللاعب اسماعيل الصباري وابراهيم دياز. فأكيد الانطباع كان إيجابي جدا في المباراة الأولى، ولو أن اللقاء الثاني أمام اسكتلندا سيختلف تماما عن اللقاء الأول، طريقة اللعب، الأسلوب، الاندفاع، القوة البدنية. فبالتالي أنا أعتقد اليوم وسط الميدان مهم جدا مع تحسين الأداء على مستوى الدفاع، لأنه الإشارات الأولى في المباراة أمام البرازيل دفاعيا أعتقد بأن هناك بعض النواقص، والمدرب انتبه لهذه المسألة وأكيد سيحاول تجاوزها في المباراة الثانية أمام اسكتلندا. كابتن خليل، ماذا نتوقع من هذا اللقاء الذي ننتظره اليوم ما بين المنتخب المغربي واسكتلندا؟ مساء الخير أريج، تحية لك، تحية للكابتن القدير جمال بوسمع، تحية لكل مشاهدين قنوات بي ان سبورتس. أريج، يمكن أول ما يتبادر عبد الله بوسمع، تحياتي لك، أول ما يتبادر للذهن ربما ذلك اللقاء الذي جمع المنتخب الاسكتلندي بمنتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 98 في ليلة من الليالي الجميلة اللي عاشتها الجماهير المغربية بذلك الانتصار الكبير والشهير، ليلة تألق فيها نجوم المنتخب المغربي. اليوم يمكن نسترجع بعض الذكريات في ذلك الجانب بما يتعلق بمواجهة اسكتلندا، قياسا الى نتائج المنتخبات العربيه. يمكن أريج لو نسال اي واحد موجود متابع لكأس العالم حاليا، متابع لكرة القدم العربية خلال الفترة القليلة الماضية، راح يقول لك المنتخب المغربي هو ابرز المرشحين العرب للذهاب بعيدا على مستوى منافسات كأس العالم، وهذا يأتي نتاج العمل خلال السنوات الماضية ونتائج التراكمية الإيجابية من سلسلة عدم خسارة تجعل المنتخب المغربي اليوم قادرا على مجابهة أقوى المنتخبات الأوروبية، وهذا أيضا مبني على أداء المنتخب المغربي في المباراة الأولى أمام منتخب البرازيل اللي قدم من خلالها أداء جدا كان مقنع، خصوصا في شوط المباراة الأول. يمكن زميلي جواد تحدث على بعض الأمور فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية خصوصا في الشوط الثاني، لكن أعتقد بأن محمد وهبي قادر على أن يصحح هذه الأمور. شكرا جزيلا لك خليل بلوشي، شكرا جزيلا جواد بدة. سنتابع هذه المباراة بتعليقكما. المغرب في مواجهة منتخب اسكتلندا.